الو، مساء الخير. محتاج كام؟ 350 مليون دولار. ليه؟ هتطلع القمر؟ هتعمل محطة كهرباء مثلا؟ محطة مية؟ هتعمل بيهم جامعة، مدينة؟ عايز 350 مليون دولار تعمل بيهم ايه؟ فيلم. هتعمل فيلم ب 350 مليون دولار. الجزء الثاني من افاتار اتكلف 350 مليون دولار. لو ما كنتش تعرف تعال احكي لك. سنة 2009 نزل الجزء الأول من فيلم أفاتار للسينما، وكانت تكلفة إنتاجه 237 مليون دولار، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما 2.9 مليار دولار. وفي 2022 نزل الجزء الثاني منه، أفاتار ذا واي أوف ووتر. ولما سألوا مخرج الفيلم جيمس كاميرون عن تكلفته قال إن هو غالي جدا من غير ما يقول رقم. مش سهل برضه، بس التقارير قالت إن الفيلم الأغلى في التاريخ، وإنه تكلف تقريبا 350 مليون دولار. ليه 350 مليون دولار؟ في جوازات بتقف على باكو، تبذير اوفر يعني بصراحه. الحكاية بدأت لما قرر كاميرون إن كل حاجة هتبقى حقيقية، وقال ويت فور ويت، يعني الحاجات اللي هتبان مبلولة دي تطلع مبلولة حقيقي. بص، هو الموضوع كبير شوية، بس خلينا ناخدها كده واحدة واحدة ونعرف ليه 350 مليون دولار. نبدأ بالجزء اللي اتصور في الاستوديو، وده كان مهم جدا لكاميرون اللي لسانه نشف وهو بيقول يا جماعة ده مش فيلم انيميشن، تمثيل الممثلين وحركاتهم مهم جدا ولازم يبقى حقيقي. تفتكر عمل ايه علشان يبقى حقيقي؟ اول حاجة لبس كل الممثلين موشن كابتشر سوت او بدل التقاط الحركة عشان ياخد كل تفصيلة لحركة جسمهم بدقة. وعايزك بقى تتك معايا على الصبر في حوار الدقة ده، عشان كل اللي هيحصل بعد كده عشان الدقة. تاني حاجة لبسهم خوذ متثبت فيها كاميرا بليد لايت، وحط على وشوشهم بينتد دوتس علشان ياخد تفاصيل دقيقة لعضلات الوش والعين والنسيج الجلد. للدرجة دي؟ مش بس كده، التعبيرات والحركات دي كانت بتروح لبرنامج مخصوص عملته شركة ويتا اف اكس، اللي كانت مسؤولة عن كل المؤثرات البصرية علشان تتتبع عضلات وشوش الممثلين وعيونهم وتعمل نسخة متحركة من تعبيراتهم. مش ملاحظين كده ان الموضوع افور دقة يا اخوانا؟ لو فاكر ان الموضوع كده خلص، فحب اقولك ان احنا لسه ما بدأناش اصلا، لان الجزء الثاني من افاتار متصور معظمه في المية. مشاهد المية في الجزء الاول كانت قليلة وما اتصورتش في مية فعلا، بس الممثلين كانوا بيتربطوا بحبال ويعملوا الاداء الحركي، وده خلى مشاهد المية مش حقيقية وتبان فيك شوية. بس الجزء ده قرر كاميرون ان مشاهد المية هتتصور فعلا في المية، وده كان التحدي الكبير. هنعمل ايه بقى؟ اعمل يا ابني خزان او تانك كبير في الاستوديو واملهولي كله مية، وحط حواليه موشن كابتشر كاميرا. خلاص كده هنصور؟ لا. ايه تاني؟ اضاءة الاستوديو عاملة انعكاسات مع المية، فمش هنعرف نصور. طيب والحل؟ املالي يا ابني التانك ده بكور بوليمر بيضة عشان ما يبقاش فيه انعكاسات من الاضاءة اللي موجودة في الاستوديو، والممثلين يتحركوا براحتهم، وخلينا نصور وخلاص. خلاص احنا كده جبنا تانك مية ومليناه كله بوليمر والدنيا تمام. هنصور بقى؟ في مشكلة صغيرة، هننزل الكاميرات التقيلة دي ازاي تحت المية ومش هناخد صورة مشوشة؟ يا سوني شوف لنا حل في الكاميرات بتاعتك، عايزين نصور بقى. اخدت سوني الكاميرا وفكرت بره الصندوق، وفصلت الكاميرا جزئين، جزء يصور تحت المية والجزء التاني يكون بره ومتوصل بنظام كابلات يعني تيذر سيستم. الفرق ما بين الجزء الاولاني والجزء التاني تقريبا 20 قدم، وده خلى الكاميرا كاميرا خفيفة تتشال بسهولة تحت المية، وكابل بس هو اللي ينقل الداتا من الكاميرا لباقي الجزء بتاع الكاميرا. حلو قوي، يبقى احنا كده بقى جاهزين عشان نصور. ثواني، الممثلين هيصوروا ازاي تحت المية من غير ادوات غطس؟ هم مش هيعرفوا يلبسوها بسبب الخوذة اللي فيها كاميرا اللي بتصور وشهم. بس كده بسيطة، هاتولي بطل العالم في الغطس الحر هيعلمهم يحبسوا نفسهم تحت المية، وبالمرة بقى هاتولي مدربين رماية قتالية ورقص وحركة وجمباز عشان نظبط الحركة كلها. يلا بقى عشان نصور. اكشن. اخيرا صورنا وخلصنا. خلصنا ايه سيادتك؟ انا مش قلت لك اتك على الصبر؟ هي الناس هتتفرج على الخوذ وبدل الحركه وتانك الميه؟ فين نافي وبندوره؟ فين الابهار؟ يلا يا جماعه شدوا حيلكم شويه، عايزين ناخد الاوسكار ونلم الفلوس اللي احنا صرفناها على الفيلم. ايوه يعني انت هتعمل ايه دلوقتي؟ لم يا ابني كل الداتا اللي احنا صورناها وتعالى ورايا على شركه ويتا اف اكس. مساء الخير يا ويتا، شايفين الدقه اللي طلعت روحنا من الاول دي؟
كملوا عليها بقى. راحوا الناس في وتا مكلمين جامعة فيكتوريا، لو سمحتوا عايزين باحثين في البيئة البحرية من عندكم عشان لما نشتغل على الكائنات البحرية والشعاب المرجانية لزوم الدقة نكون بنعملها صح. خلصنا البيئة البحرية، يلا بقى ندرس ديناميكا وفيزياء المية عشان نطلع صورة واقعية. وعملت وتا في افاتار 2 1600 محاكاة لتأثيرات المية و3240 لقطة فيجوال افكتس، منهم 2225 لقطة فيها مية. واخترعوا تقنية جديدة تخلي كل حاجة اتعرضت للمية رطبة. الحقيقة ان الميزانية الضخمة اللي اتدفعت للجزء الثاني من فيلم افاتار ما كانش مجرد تمويل للفيلم، هي كانت تمويل لتطوير تقنيات الصورة عشان يدمجوا الحقيقي والرقمي بطريقة مريحة للعين، تخلينا نشوف عالم كامل من الخيال حقيقي جدا. المدهش بقى ان مشروع افاتار بتاع جيمس كاميرون 4 أجزاء. تفتكروا لو وصل جيمس كاميرون للجزء الرابع تكلفته هتوصل لكام؟ انا مش هصور غير اما اذبح عجل. انا متعود اي عمل بدخله قبليه بذبح عجل. اكتبوا لنا في التعليقات، وكمان ما تنسوش تقولوا لنا توقعاتكم لافاتار 2 في حفلة الاوسكار. هيعمل ايه؟